عاجل. بعد تأجيل عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان، تعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 178 وتفاصيل مهمة عن المسلسل. يبحث العديد من عشاق المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة عثمان الحلقة 178، وذلك بعدما تم تأجيل عرضها هذا الأسبوع إثر وقوع حادث ضخم في تركيا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص. ومن المقرر عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178 يوم الأربعاء المقبل الموافق ليوم 29 من يناير الجاري، وذلك بدلا من أمس الأربعاء 22 من يناير، على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا. وستقوم قناة الفجر الجزائرية بنشر الحلقة مترجمة للعربية يوم الخميس 30 من يناير 2025 في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب، و10:30 مساء بتوقيت السعودية. ولهذا السبب قررت الشركة المنتجة تأجيل عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان، التي كان من المفترض عرضها يوم الأربعاء الماضي بسبب حالة الحداد التي أعلنتها دولة تركيا. ويضم المسلسل التركي المؤسس عثمان عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم الفنان بوراك أوزجيفيت، وديدان بشين، وراغب سافاش، وعائشة جولجوناي، ويمرغ باسالاك، نور الدين سونمز، وجلال وعدد آخر من النجوم. ومع تسارع الأحداث في الموسم السادس، من المتوقع أن تستمر الحلقات القادمة في إظهار صراعات جديدة بين شخصيات المسلسل، وظهور المغول في الأفق سيزيد من تعقيد الأوضاع، فيما سيظل الغازي عثمان في مواجهة لا تنتهي ضد الخيانات الداخلية والتهديدات الخارجية. ولقد خلف العمل الدرامي الذي يعرض قصة البطل عثمان ابن أرطغرل، والذي قاد الدولة العثمانية بعد وفاة والده، يواصل جذب أنظار المتابعين من مختلف أنحاء العالم. وتتواصل أحداث المسلسل التي تسلط الضوء على تأسيس الدولة العثمانية والصراعات التي خاضها عثمان لتحقيق أحلامه وتوسيع حدود دولته. ومسلسل المؤسس عثمان بطولة الفنان بوراك أوزجيفيت، وديدان بشين، وعائشة جولجوناي، ونور الدين سونمز، وجلال وراغب سافاش. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.